النهارده ديّة تاني حلقة، وأنا كنت عامل مقدمة للفيديو الأولاني، الحلقة بتاعة النهارده هنتكلم عن بعض الحاجات اللي أنت لازم تلتزم بيها لو أنت بتبدأ تتعلم جرافيك أو بتبدأ تتعلم فوتوشوب جديد. فخلّينا إن إحنا دلوقتي ننتقل على الفيديو مباشرةً، بحيث إن إحنا نختصر الوقت، ونحس إن إحنا نقدر النهارده نساعدك في أي حاجة. خلّينا نروح لأول نصيحة. أول نصيحة دايمًا لمّا تكون بتستخدم الفوتوشوب أو بتستخدم برامج المونتاج أو برامج أي برنامج عمومًا بتاع creative، لازمًا تستخدم shortcut، لإن الshortcut هتقلل وقتك للنُص، بحيث إن أنت هتعرف إزاي تنظّم دنيتك، وفي نفس الوقت تعرف إزاي تشتغل بشكل صحيح. تاني نصيحة أنا أنصحها لك وأنت بتستخدم الفوتوشوب أو بتستخدم أي برنامج برضك من برامج المونتاج، إن أنت تنظّم شغلك وحاول إن أنت تعمل جروبات. يعني إيه؟ يعني فليكن مثلًا إن أنت بتحط text أو صورة أو بتحط text أو صورة أو shapes أو أي حاجات من الحاجات ديّة، فتخلّيها في جروب. إزاي؟ الطريقة ديّة هنبقى إن شاء الله نشرحها في حلقة من الحلقات وإحنا بنشتغل، هتشوف الموضوع دوّة ماشي إزاي، بحيث إن أنت لو حد اشتغل بعديك يعرف شغلك ماشي إزاي وشغلك منظم إزاي. تالت نصيحة إن هي تحاول ما تركّزش في الوقت اللي أنت بتاخده على قد ما تركّز في الجودة اللي أنت بتقدمها. يعني فليكن مثلًا إن أنا مدّي لنفسي وقت ساعة عشان خاطر أصمم تصميم كويس، لأ ركّز على التصميم الكويس، وبالوقت أصلًا هتلاقي أصلًا نفسك بتصمم تصاميم كويسة. ده بالنسبة للنصيحة التالتة. النصيحة الرابعة إن أنت دايمًا ما تركّزش مع الإمكانيات وخلّي عندك صبر. الجرافيك بيحب الصبر، وبيحب إن أنت يبقى بالك طويل جدًا في استخدامك للجهاز، وحاول على قد ما تقدر ما تركّزش أوي مع الlags اللي بتحصل في الجهاز، لإن صدّقني مع الوقت هتتخنق وتبدأ تزهق وتبدأ يعني نَفْسك أنت تتخنق، فحاول على قد ما تقدر ما تركّزش مع الحاجات ديّة. الحاجة الخامسة وهي إن أنت قبل ما تشتغل على الفوتوشوب اتأكد إن خيار الGPU في الperformance شغّال، وديّة لو أنت أصلًا بتتفرّج على الفيديو لحد هنا هتلاقيني إن أنا باشرحها بتتعمل إزاي. سادس حاجة وهي إن أنت على قد ما تقدر، على قد ما تقدر حاول تعمل تناسق ألوان. طَب تناسق الألوان ده هيبقى إزاي؟ في عندك موقع اسمه color palette. موقع color palette ده أنا باستخدمه في إن أنا أعمل تناسق ألوان بين العناصر وبعضها، يخلّي في contrast بينك وبين يعني بين الtext وبين الصورة اللي في الخلفية أو بين اللون اللي في الخلفية، بحيث إن ده يظهر وده يظهر. سابع حاجة وهي إن أنت حاول برضك إن أنت تخلّي واجهتك منظمة، بمعنى ما تخلّيش بقى الtool bar في حتة والlayers في حتة والكلام دوّة، لأ خلّي دنيتك الtool bar بتاعتك منظمة. ولو أنت في حاجة ضاعت منك ممكن تخش على الويندوز وتعمل reset للwork place بتاعتك، وبرضك ديّة هاشرحها إزاي تعملها في الفيديو ده. سابع حاجة واللي هي الحاجة الأخيرة إن أنت على قد ما تقدر برضك إن أنت تمسك في category واحد. يعني إيه؟ فليكن مثلًا إن أنا باتعلّم تصاميم السوشيال ميديا، فأنا خلاص هتنّيني ماسك في السوشيال ميديا، أتعلّم السوشيال ميديا للآخر، وفي غير كده مجالات تانية هتبقى معاك سهلة وبسيطة جدًا، وهتلاقي الدنيا معاك مش متعقّدة. يعني مثلًا في عندك كذا مجال في الفوتوشوب أو في الgraphic design. في عندك مثلًا مجال السوشيال ميديا design، في عندك مجال الprinting أو الprinting design اللي هو تصميم المطبوعات، وفي عندك مجال اللي هو التصميم بتاع الصور المتحركة أو أنت تصميم الخلفيات بتاعة الصور المتحركة، تمام، اللي هو الcartoon design أو الbackground design. وفي عندك اللي هو التصميم الأخير وهو الbranding design، أو إن أنت مثلًا بتعمل mock-ups بحيث أنت مثلًا عايز تعرض منتج معين أو الكلام ده. فديّة كلّها كانت نصايح في السريع كده، بحيث حاولت إن أنا ألخّص لك الدنيا، وإن أنا في نفس الوقت ما أخلّيش الموضوع معقّد بالنسبة لك، ويا ريت تتابعني عشان خاطر في أي حاجة فاتتك تعرف تستفاد بيها. سلام.